مبلغ 10,000 ريال، تمام، تروح تشتريه من شركة KNN للأحذية، الوكيل الوحيد الشرعي. اولا وقبل كل شيء احنا شعب تربينا من صغرنا على العزة والكرامة، فما باتجوا انتوا اللي ما تسووا حذات واحد من المحتاجين تسمعوا بهم عشان ايش؟ عشان تعلنوا لشركتكم. لحظة، هذه المذيعة هل لبسها لبس بنت ناس؟ لا حاشا لله انك توقعي من بنات الناس. بنت الاصول ما تخرج متبرجة، بنت الاصول ما تخرج متمكيجة، بنت الاصول ما تلبس هذا اللبس. وعيش الان واحد يقول يا معتصم ايش دخلها البنت قادرة ترفض، القرار بيدها. كم جابوا لها عسى الله 80-100 ألف عشان تسمع بخلق الله. شركة الأحذية هذا أشهد لله أنه بنفسي أسير أشتري حذاء من عندهم وأدي هذه المذيعة وأدي طاقم العمل كلهم ذي بيسمعوا بخلق الله عزيزين النفس. والله لو ما كانوا محتاجين ما يطلعوا ويتسمعوا. ورسالة أخيرة يا جماعة الخير، لا تسمعوا بخلق الله، الناس عزيز النفس يعلم الله ما بيقدروا يغمضوا عيونهم لأنهم تسمعوا. قال النبي صلوات الله عليه صلوا على رسول الله في حديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم القيامة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وانتم سمعتوا به أمة الصلاة. نسأل من الله الهداية.